عندها قبول مش طبيعي عند الجمهور، وقصة حب بدأت في مسلسل وحققت المعادلة الصعبة في أكتر من مجال. الفنانة ليلى زاهر قدرت تكسب قلوب الجمهور وهي لسه طفلة، ولحد دلوقتي الجمهور فاكر ليها فيلم عمر وسلمى اللي قدمته مع أختها ملك قدام تامر حسني ومي عز الدين. ومش بس عمر وسلمى، فهي قدمت كتير من الأعمال لما كانت طفلة زي كلب دليلي وعنتر وبيسا وغيرهم، لكنها غابت عن الساحة لفترة طويلة، لكن رجعت وقدمت أعمال عجبت الجمهور زي مسلسل وادي الجن والفتوة، لكن أشهرهم كان مسلسل في بيتنا روبوت واللي حقق نجاح ضخم ساعتها. وفي المسلسل ده حصلت بينها كيمياء مع الفنان هشام جمال، والاتنين ارتبطوا بشكل رسمي والجمهور حب الدويتو ده. وليلى فاجأت الجمهور وخدت خطوة جديدة في مسيرتها ودخلت مجال الغنى وطرحت أول أغنية ليها باسم كلمة أخيرة، ورغم خوفها في البداية لكن الأغنية نجحت وجابت ملايين المشاهدات. ومش بس الغنى، كمان دخلت مجال تقديم البرامج وقدمت برنامج هزر فزر مع لولي وحققت نجاح كبير. وبكده ليلى حققت المعادلة الصعبة في 3 مجالات.